السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من بواقي البسكوت هنعمل احلى نوتيلا اقتصادية وبسيطة، مكونات بسيطة خالص. تابعوا معايا الفيديو للاخر. هنطلع اكبر كمية من اجل المكونات. معايا هنا كيلو من الحليب، هضيف عليه كوب من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. هنزل معايا هنا بواقي البسكوت كده، اي بسكوت عندي متفتت بالشكل ده متكسر. هنزل بكمية كده 3 أكواب من البسكوت. هسيبهم معايا هنا على النار كده لحد ما الحليب يغلي معايا بالشكل ده. هقلبهم معايا كده. لما الاقي ان البسكوت اتشرب معايا الحليب بالشكل ده كده، هطفي عليه النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما هطفي النار عليه كده، هاخد معايا المكونات دي وهنزل معايا كده في الكبة. يفضل الكبة لان القوام بيبقى معايا سميك خالص، فمش هيمشي معايا في الخلاط. هنزل معايا كده بالمقدار اللي موجود معايا كله. وانا هنا المقدار، انا حسيت ان هنا كمية البسكوت كانت كتير عن الحليب في القوام. تيجي معايا طبعا القوام على حسب بقى انا عايزاه ازاي، عايزاه سميك عايزاه خفيف. انا هنا لقيت ان القوام معايا سميك جدا، فانا هخفف معايا القوام هنا. هضيف عليه كوباية من ممكن تضيفي كوباية حليب، بس انا هضيف كوباية من المية. بعد ما ضربت معايا هنا المكونات بالشكل ده، شايفين القوام؟ انا هنا لقيت ان القوام سميك جدا، فهنزل عليه بكوباية من المية. هخلط معايا مكونات تاني لحد ما نعم معايا المكونات خالص، علشان اخد اللمعة بتاعة النوتيلا الجاهزة. هنضيف معانا هنا زيت. زيت يكون زيت نباتي، يفضل ان هو ما يكونش ليه ريحة. ضفت معايا هنا نص كوباية من الزيت، زيت نباتي. هخلط معايا كده المكونات بالشكل ده تاني. الزيت هنا هيدي معايا لمعة للقوام. شايفين القوام فوق الممتاز معايا، ولسه القوام السماكة بتاعت القوام دي، ولسه القوام ما بردش معايا. شايفين ان القوام، شايفين البخار اللي طالع؟ القوام لسه ما بردش، لسه المكونات ما بردتش. كمان لما المكونات هتبرد هيتقل معايا كمان اكتر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، كل الكمية دي من حاجات بسيطة خالص. نفس الطعم، نفس القوام، احلى كمان واوفر وانضف. اعمليها بقى لاولادك، سندوتشات المدارس هتنفعهم. حلوة خالص وسهلة وبسيطة واقتصادية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. اتمنى الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. مشاركات للفيديو لحبايبنا علشان الكل يستفاد. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.